السلام عليكم. كلنا عارفين ان انا عندي في الانجليش تو اكسنت، لهجة امريكان ولهجة بريتش. امريكان اكسنت وبريتش اكسنت. بس هل يا ترى الاختلاف بينهم نطق بس ولا في كذا حاجة؟ الاختلاف بينهم يا شباب زي ما احنا عارفين في اربع حاجات: اختلاف في البرونانسيشن النطق، اختلاف في السبيلنج، واختلاف في الجرامر، واختلاف في الفوكابيولاري الكلمات. طيب خلينا نبدأ. اول حاجة النطق النهارده يا شباب هنتكلم على letter O، حرف ال O. ازاي بننطقه امريكان وازاي بننطقه بريتش، عشان نبقى عارفين الفرق بينهم، سواء بنتفرج على فيلم انجلش، بنسمع حاجه انجلش، اشوف انا هسمعها ازاي واعرف ده ايه، امريكان ولا بريتش. letter O او letter O يا شباب ده عندي ليه نطقين. الامريكان دايما هيقولوا بيفتح البريتش هيقولوا مضموم فانا عندي مثلا كلمه حار او الجو حار هقولها ايه؟ ممكن اقولها hot، ده لو امريكان هيقولها hot والبريتش هيقولها ايه؟ hot يبقى انا عندي hot امريكان hot بريتش. وقيس بقى على كده الكلمات اللي فيها 1 او اللي هو اللي بيبقى الشورت ساوند، الصوت الشورت للفاول، لان احنا عارفين ان الاو حرف فاول متحرك فليه تو ساوندز، يا شورت يا لونج. فلو او واحده هننطقها ايه؟ يا اما امريكان او بريتش. فانا هقولها ايه؟ hot not got. وده كان فيديو النهارده يا شباب، وبنتكلم على اختلاف بسيط من اختلافات النطق، البرونانسيشن في حرف الاو، letter O او letter O بنقولها زي hot او بنقولها زي hot. انا احمد صار and thank you so much.